ومن علامات محبة الله أن الإنسان يديم ذكر الله، يكون دائما يذكر ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. ومن علامة محبة الله أن يحب من أحب الله عز وجل من الأشخاص، فيحب الرسول، يحب الخلفاء الراشدين، يحب الأئمة، يحب من كان في وقته من أهل العلم والصلاح. ومن علامة محبة الله عز وجل أن يقوم الإنسان بطاعة الله مقدما ذلك على هواه، فإذا أذن المؤذن يقول حي على الصلاة ترك عمله وأقبل إلى الصلاة، لأنه يحب ما يرضي الله أكثر مما يحب ما ترضى نفسه. ولمحبة الله علامات كثيرة. إذا أحب الإنسان ربه الله عز وجل أسرع إليه حبا، لأنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من أتاني يمشي أتيته هرولا. وإذا أحبه الله فهذا هو المقصود وهذا هو الأعظم. ولهذا قال تعالى في قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدقوا الله، بل قال يحببكم الله، لأن هذه هي الثمرة، أن يحب الرب عز وجل عبده. فإذا أحب عبده نال خير الدنيا والآخرة، جعل الله وإياكم من أحبابه.